بالسيد راشد الغنوشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الرئيس الباجي، سيادة الرئيس قائد السبسي مؤسس نداء تونس ورئيس دولتنا المبجل السيد محمد الناصر رئيس مجلسنا الموقر، السادة قادة نداء تونس، السيدات والسادة المناضلين والمناضلات في نداء تونس، باسمي الشخصي وباسم إخوانكم وأخواتكم في حركة النهضة نهنئكم بمؤتمركم التأسيسي. هذا العرس الذي تحتفي به تونس اليوم ويهيمن على المشهد السياسي، أردت أن أبارك لكم بمؤتمركم وأن أعبر لكم عن سرورنا بعقد هذا المؤتمر، إيمانا منا بأن نداء تونس حزب ديمقراطي متأصل في الحركة الإصلاحية هو مصلحة لتونس، هو مصلحة للنهضة نفسها. لأنه لا ديمقراطية حقا بدون توازن، ولا شك أن نداء تونس صنع توازنا في الحياة السياسية. نحن نرى في تونس طيرا يحلق في السماء بجناحين النهضة والنداء، ولكن الطائر ليس مجرد جناحين، هو جملة، بحيث الطائر يحتاج إلى الجميع، طائر تونس، بل باخرة تونس ينبغي أن تحمل كل التونسيين والتونسيات، لا تلقي بأحد. ما كنا نسمعه من فخامة الرئيس من تأكيد أنه لا مجال للإقصاء في تونس الديمقراطية، تونس الثورة لا مجال فيها للإقصاء. البلاد تتحمل الجميع، بل تحتاج للجميع. شاعر عربي يقول: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن قلوب الرجال تضيق، حتى النساء أحيانا. أي نعم. لازم نتخلصوا من أي منزع إقصائي. المشكل في تونس اليوم أن بعض التونسيين ماذا بهم يتخلصوا من بعض التونسيين، بينما تونس تحتاج لكل التونسيين والتونسيات.
جئت هنا لأؤكد على دعمنا الكامل للسياسة التي يقودها فخامة الرئيس الباجي، سياسة التوافق. للتذكير حتى لا ننسى أن سياسة التوافق التي أنقذت تونس من مصير مشابه لكل ثورات الربيع العربي التي انهارت، سياسة التوافق هذه انطلقت في مشهد ربما ينساه بعض التونسيين، هو اللقاء الذي عرف بلقاء باريس بين السيد الرئيس الباجي وبين شخصي الضعيف. هذا اللقاء أطلق مسيرة جديدة. تذكرون في وسط سنة 2013 كانت الحياة مشلولة، الحياة السياسية كانت في أعلى توترها، البرلمان معطل واعتصام مقابل اعتصام آخر، بينهما أسلاك شائكة، والبلد يكاد يحترق والسقف كاد يسقط على رؤوس الجميع. جاء ذلك اللقاء فاتحا لطريق جديد في تونس، طريق أدى إلى الدستور وأدى إلى انتخابات وأدى إلى هيئات دستورية، ونحن اليوم نجني، تونس تجني ثمرة سياسة التوافق التي انطلقت من ذلك اللقاء. نحن مجددا نؤكد أن هذه السياسة أنقذت تونس، وتونس لا تزال في حاجة أكيدة إلى مواصلة هذه السياسة، سياسة التوافق التي تقتضي البعد عن الإقصاء، تقتضي طي صفحة الماضي، تقتضي أن نملأ قلوبنا بالود والمحبة والإخاء والتسامح وليس بالحقد والانتقام. الانتقام نار تأكل، والمحبة طريق المستقبل. نحن أردنا أن نؤكد تقديرنا الكبير لشريكنا في الحكم، وهو يقود اليوم الحكم، نداء تونس. نداء تونس يمر بمشكلات موجودة في أكثر من حزب، وحزبنا نفسه فيه مشكلات. تقديرنا أنكم قادرون على تجاوز هذه المشكلات، وأن المستقبل مفتوح. نحن النهضة سعيدة تقديري، أنا سعيد بنداء موحد قوي، كما أني متأكد من أن فخامة الرئيس سعيد بنهضة قوية موحدة أيضا. نحتاج إلى تأكيد منهج التوافق الذي أكد عليه فخامة الرئيس أنه استراتيجي ما هوش تكتيكي، أنه طريق لتونس. وهذا التوافق توافق بين القديم والحديث، توافق بين الإسلام والحداثة، توافق بين الإسلام والديمقراطية، توافق في تاريخنا. نحتاج إلى أن نجمع هذا التاريخ فلا ينقض بعضه بعضا. هذا التاريخ الإصلاحي الذي انطلق في القرن ال19 مع المصلح خير الدين، وتواصل مع الثعالبي ومع الرئيس بورقيبة ومع بن يوسف، كل هذا طريق، كل هذا جزء من تاريخنا، ونحتاج إلى سياسة التوافق لتوفق بين كل ذلك ولا تضرب بعضه ببعض. سياسة التوافق تقتضي اليوم التوفيق بين رجال الأعمال وبين اتحاد الشغل. نريد تشاور وتوافق لأن بلادنا تحتاج إلى هذا، رئيسنا قام بدور كبير في الدفع نحو التوفيق بين المصالح المتناقضة بين العمال وبين الأعراف. تقديري أن هذه السياسة هي المخرج، هي الطريق، هي الاستراتيجية،
هي التي تجعل الطائر التونسي يستمر في التحليق والإنتاج. والله يبارك عملكم ويحفظكم ويعلي بكم راية تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لرئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي على هذه الكلمة القيمة والتاريخية في أول مؤتمر لنداء تونس. من خلاله نحيوه ونحييه كامل مناضلي حركة النهضة.